حيرانة في غدا النهاردة؟ هاتي 3 حبات من البطاطس وصدر فرخ، وهقولك على طريقة رز في حتة تانية خالص. هاتي بقى صدر الفرخة وهنغسله كويس جدا بالمواد العطرية بتاعتنا، وهنشفه مفهوش يبقى فيه ولا نقطة مية، وادخله التلاجة يسقع وقطعه بميل زي ما انتي شايفة كده بسمك 1 سنتي. ايوه بالظبط كده. تعالي بقى نعمل التتبيلة الخطيرة اللي هتوديه في حتة تانية. عندنا بصلة مبشورة، طماطم مبشورة، عندنا 11 بهار، وعندنا ملح وفلفل اسمر وبهارات مشويات. وابدأي كده حطيها البانيه بتاعك كده في التتبيلة الخطيرة دي، ادعكيها بقى كويس. احطها في التتبيلة دي لمدة من 4 ساعات ل6 ساعات. تعالي بقى نجيب البطاطس بتاعتنا نكون مقشرينها وغسلينها كويس جدا، وبقطعها كده مكعبات او شرايح بسمك 1 سنتي. ايوه بالظبط كده، انا عايزة السمك ده. عندنا بهارات بطاطس من كنور، هتديها بقى حتة تانية، او اي نوع من بهارات البطاطس. حطيها بقى على البطاطس، هتودي بقى البطاطس في حتة تانية، لان انا بحب اتبل البطاطس، بتعلي التست قوي في الصينية بتاعتي. اديتها صدمة كده مع معلقة زبدة، خدت لون ذهبي، ونقلتهم كده في الصينية. وبعد كده خلصت كل الكمية بالشكل ده. طاستك بقى سخنة جدا. وتعالي بعد ما التتبيلة قعدت فيها الفراخ من 4 ساعات ل6 ساعات، تعالي بقى نطلعها، بس أهم حاجة تطلعيها ما يبقاش فيها بصل كتير عشان ما يحرقش معاكي وانتي بتديها الصدمة بتاعتك. طاستك سخنة فيها معلقة زبدة ومعلقة زيت، وهنزل بيها كده تاخد لون جولد من ناحيتين، وبعد كده احطها في الصينية. خلصنا كل الكمية بالشكل ده وحطيتها فوق البطاطس. عايزة اقولك الريحة كانت خطيرة، بجد تجنن. تعالي بقى نعمل شوية مرقة. لو عندك مرقة تمام، ما عندكيش مكعبين من الماجي عليهم مية كده سخنة، وهبدأ ان انا ادوب المرقة كويس وانزل عليها بورق زبدة وفويل ألمونيوم، وادخلهم فرن كده لمدة نص ساعة. عمرك جربتي الرز بالكزبرة؟ تعالي اقولك بقى تعمليه ازاي. معلقه زبده وشويه زيت، وانزلي بقى بالرز المصري ومعلقه من الكزبره وملح وماجي كده، وبدوبه في ميه سخنه، وابدا اشوح الرز معايا بالماده الدهنيه، وانزل بالميه السخنه. لكل كوبايه رز مصري كوبايه ميه سخنه، وابدا كده احطه على النار لحد ما يتشمع. الرز بتاعي جاهز، وعندي الصينيه بتاعتي استوت، حطيت عليها رشه من الجبنه الموتزاريلا ودي اختياري. وعايزه اقولك خطيره، جربوها بجد تحفه. الفراخ دايبة والبطاطس مظبوطة جدا في السوا. معلقة الكزبرة في الرز الأبيض في حتة تانية، بجد جربوها وهتدعولي عليها. ولو عجبك وصفاتنا ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا، وتتابعونا على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.